بيبدأ فيلمنا باتنين حراس أمن بيشتغلوا في شركة اسمها فورتيكو، شركة وسيطة لنقل الأموال العامة. في خلال هم رايحين يسلموا شحنتهم بيقطع طريقهم عصابة متطرفة بيثبتوهم وبياخدوا الفلوس وبيقتلوهم. وهنا الكاميرا بتنقلنا على شخص اسمه هيل بيقدم على الوظيفة في الشركة دي بعد الحادثة اللي حصلت، وبيسأله المدير أنت متجوز أو مرتبط أو كده، بيقول له لا. وبنشوف راجل اسمه بوليت ده المسؤول عن تعيينه وتدريبه عشان يشغلوه. بياخد بوليت هيل عشان يدربه على ضرب الرصاص والسواقة، فبقول له هيل دقيقتين وجاي. وبيقف هيل قدام جهاز البصمة والكرنيهات وبيفضل واقف شوية يبص فيه، وبعدها بيخش يلعب بلياردو هو وبوليت. بيجي راجل اسمه جون ده المسؤول عن بوابة الشركة بيبقى مش طايق هيل وبيروح يرخم عليه، فهيل بكل هدوء بيحرجه وبيديله فلوس ويقول له روح هاتلك حلاوة. بنشوف هيل تاني وزميله ديف واقفين مستنيين بوليت اللي راح يودي شوية فلوس وراجع، وبيتفاجئوا باتصال من بوليت وهو بيطلب مساعدته لأن في عصابة مثبتينه وطمعانين أساسا في الملايين اللي في العربية. فهنا ديف بيتوتر وبيقول لي هيل المفروض نسيبه ونمشي، عندنا أوامر بكده. فهيل بيقول له ما ينفعش، هو واحد مننا ولو انت خايف ما تجيش وانزل وانا هروح اجيبه. فديف بيقرر يكمل وبيسوق العربية وهو متوتر، وبنشوفهم وهم فعلا ماسكين بوليت وبيضربوه. وبيبدأ رئيس العصابة الصغيرة دي يقول لهم في التليفون يطلعوا الفلوس من غير قلق ولا شوشرة. وهنا ديف بيقول لهيل لو حد اديتهم الفلوس هيقتلوا بوليت، فيخلص عليهم واحد واحد بدون ولا خدش. زمايله في الوقت ده مصدومين من اللي عمله. بيخلص المشهد على كده وبنشوف هيل وهو قاعد مع الإدارة بتاعة الشركة ومبهورين من اللي عمله، وبيقولوا له عن الحادثة اللي حصلت من فترة وفقدوا رجلين من رجالتهم، وبيوروه الحادثة وبيقولوا له الناس دول نفس اللي انت قتلتهم. فبيقول لهم لا وبيسيبهم ويمشي. وبيطلع مهمته التالتة مع بوليت بس، وهم ماشيين بيقطع طريقهم برضه عصابة تانية بيضربوا حبر على ازاز العربية وبيحدفوا قنابل غاز. واول ما بينزل هيل من العربية وبيشوفوه بيجروا. بنروح لبوليت وديف وهم سهرانين مع بعض، وبوليت بيقول لديف الموضوع ده مش طبيعي وانا مش مرتاح من اللي حصل ده. وفي نفس الوقت بيكون هيل مع دانا زميلته في الشغل كانوا بيقضوا ليلة يعني. وبيطلع هيل في الصالة بعد ما بيصحي دانا وبيقول لها تيجي وراه، وبيقعدها قدامه وبيبدأ يسألها عن الفلوس دي وهي بتتعامل مع مين جوه. قالت له مش هتكلم. بعدها هددها فقالت له انها سرقاهم وهي مش بتتعامل مع حد جوه. فرجع قال لها خليكي فاكرة انا عارف امك وابوك، ولما عاوز اعرف حاجة يا ريت تعرفيني. وهنا برضه تهديد. تعالوا بقى نرجع مع بعض كده فلاش باك عشان نعرف قصة هيل. وبنقلنا المشهد مع هيل وابنه نازلين من بيته، وبيجي لهيل مكالمة من مايك دراعه اليمين. وبالمناسبة يجيب الأكل ويعرف دراعه اليمين الإحداثيات بتاع العربية. بيروح بالفعل هي اللي يجيب الأكل، وفي خلال ما بيطلب بيرن عليه مايك وبيكلمه وهو بيتلبخ معاه. وبنشوف المشهد اللي شفناه في بيرجع جري عشان ابنه، وقبل ما بيوصل ابنه بيتقتل وبيتضرب هيل كمان بالنار. بنشوف هيل في المستشفى وهو بيسأل الناس بتوعه عن ابنه، فبعرف انه خلاص مات. فبيخرج من المستشفى وهو خلاص قلبه وروحه ماتوا من بعد ابنه. بنشوف هو قاعد مع مراته جين وبتعاتبه وتقول له انه السبب في موت ابنهم الوحيد وبتسيبه وتمشي. بنشوف هيل وهو قاعد مع راجل مهم وبيتفق معاه انه يظبط له موضوع الشركه بتاع نقل الفلوس، وبيقول له خلاص كله تمام. بيرجع هيل بعد ما بقى كويس وبيقف مع 3 رجاله مهمين، ودول بيبقوا دراعه اليمين. بيقولوا له انهم لسه بيدوروا على اللي عمل كده في ابنه وانهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يوصلوا له. وبالفعل بيبدا ياخدوا الخيط واحده واحده، بيخطفوا اعضاء من العصابات عشان يوصلوا حاجه اللي هم عايزينها. بنشوف بقى العصابه المسؤوله عن كل المصايب اللي هو بيعملها دي واللي هم اساسا بيدوروا عليهم، وعلى شخص تحت ابن هيل وقتله من غير ذنب. ولما جه هيل جري جان ضربه برضه بنار، بس لما بيقع هيل بتفضل عينه مفتحه وشايف جان ومركز عليه. بنرجع تاني للعصابه بعد ما خططت تسرق الشركه دي في يوم اسمه الجمعه السوداء. وبالفعل بيبدا بوليت وهيل يتحركوا عشان يجهزوا نفسهم. وفي طريقهم بوليت بيقول لهيل عايز اعرفك سر كده. قال له قول. قال له بوليت انا عارف ناس اصدقاء كده بساعدهم وبيساعدوني. قال له هيل يعني ايه برضه؟ قال له قصدي دخلت عصابه قبل كده الشركه وكنت السبب في موت الحارسين، وجه طفل كبش فدا في الحادثه دي. هنا هيل بيبان على وشه الغضب قوي بس بيقدر يمسك نفسه. وبيرجع بوليت يقول له مسدسك ما فيهوش طلق والاحسن ليك تسمع وتنفس. دي هنا ما بيموتش. بيظهر هيل على طول وبيضرب الراجل ده، وفي خلال الاشتباك بيقدر يضرب هيل بطلقه في رجله، بس هيل في الاخر بيذبح. في نفس الوقت بنشوف الاشتباك اللي بره مع الحراس والعصابه. بوليت التالت بتاعهم بيهربوا. أول ما بيوصلوا للمكان اللي هيغيروا هدومهم فيه ويمشوا بتيجي الكاميرا على جاك اللي مجهز المسدس عشان يقتل جان. فجان بيقول له لا وعلى ايه مش مستاهله. فبياخد جان السكينه من جيب جاك وبيقتله. بيروح جان لبوليت يركبوا الاسانسير، وبوليت بيسأل جان عن جاك فقال له مش هيجي خلاص مات، وده عشان كان مصاب يعني. بياخدوا الفلوس. بعد المعركه اللي حصلت دي بنشوف جان وهو طالع من الحمام وبيسكر وحاطط الفلوس قدامه ومزاجه يعني بينج. بيسمع صوت تليفون بيرن، فبيروح للشنطه بتاع الفلوس بيلاقي التليفون فيها وفي
صوت بيطلع فجأة يقول له مش ناوي ترد. هنا جان بيتصدم طبعا من اللي شايفه، حتى انا كمان والله مصدوم. والكاميرا بتيجي بقى على هيل وهو قاعد وحاطط جنبه المسدس واوراق الطب الشرعي بتاع قتل ابنه. فجان بيقول له جاي عشان الفلوس. قال له لا، خد اقرا يا ابني التيت والشريط. قال له عايز كبدك والرئه وكل الاعضاء، وموته بنفس الطريقه اللي موت ابنه بيها. وهنا بيكون خلص الفيلم بتاعنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل ملخص جديد. وسلام.